واتحرك بالتاكسي وباخده مع دكتور اسنان وبقول لهم وصلنا، وبقول له ده دكتور اسنان، وبقول له بجد، بقول له انا ما كنتش اعرف، وبقول له احسب اي دكتور يناسبها، وبقول له انت ما حددتش عايز دكتور ايه، وبيزعق له وبقول له انت شخص مش محترم، وبقول له انزل، وبينزل وبقول له يلا انزلي، وبقول له ترضى حد يعمل كده في مراتك؟ مالكش دعوه بدينها ولا ببلدها، وبقول له انت عندك حق في اللي قلته، وبقول له خرجها وركبها في الاول احسن، ولما بينزلها بيه في العربيه وبيضحك وبيقول لهم انتوا مجانين، وبروح يمشي وبقول له ارجوك لا، وبقول له كده خطر عليها وعلى اللي في بطنها، وبقول له سيبها عشان هي لو تفضل في بلدها مش هيحصل لها كده. بعد كده بيسمعوا صوت الطفل بيصرخ، وبيروحوا وبيلاقوا شايله طفل وبتصوره، وبيطلع معاها عروس اللعبه وهي اصلا مش حامل، وبتقول له دي صوره اختي الكبيره لما كانت حامل، رفضت ساعتها عشان ما معاش فلوس رغم انها كانت بتولد، وبتقول الحمد لله هي دلوقتي سليمه هي والطفل، بس حبيت اوري الناس شخصيتك القذره، وبتقول له ده صديقي احنا كنا بنعمل عليك تقرير ودلوقتي معايا لقطات هتخليك مشهور، وبقول لها انا اسف ارجوكي ما تعمليش كده، وبيروح ياخد التليفون بس بترجع والولد بيمسكه، وبتقول له ده بس مباشر والناس كلها شايفاك دلوقتي، وبتقول له حياتك انتهت من 5 دقايق الشرطه زمانها جايه.